بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن مباراة العودة بين الأهلي وإيجل نوار، الفريق البوروندي في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا. لو جينا بصينا للمباراة دي، هي المباراة على الورق سهلة، يعني الفريق مش الفريق الصعب، أو هو فريق بالمناسبة فريق كويس، مش فريق ضعيف، فريق منظم دفاعيا. لكن المباراة كانت المفروض تكون مباراة سهلة، لكن الحكم الله يسامحه بقى، عيسى سي الحكم السنغالي بوظ المباراة. يعني المباراة دي كانت هتعمل مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي. الأهلي بيلعب يعتبر من أول الماتش ناقص لاعب، يعني جراديشار اتطرد أول ربع ساعة في الماتش، في الحاجة أصلا ما فيهاش طرد ولا فيها أي حاجة، يعني بيغمزوا يعني. فده وقع مثل، راح جاي مديله كارت احمر، اصلا هو ما شافهاش. يعني اتحداك اذا كان هو شايل الاتنين لازقين في بعض كده ومفيش فار ولا حد شاور له ولا حامل رايه ولا اي حاجه، طب انت شفتها ازاي؟ يعني حاجه غريبه. ده وقع، راح ده طارد جراديشار على طول في ثانيه الا ثانيه. حاجه غريب جدا، كان يبوظ الماتش النهارده. احنا كنا بنقول على الحكم بتاع مباراه الذهاب اللي كانت في بوروندي، كنا بنقول عليه حكم سيء، اتاري فيه اسوأ. يعني ده اسوأ من حكم مباراه الذهاب. حاجة غريبة جدا، يعني أنا ما شفتش بصراحة حكام بالمنظر الغريب ده. الاتحاد الأفريقي عنده شوية حكام كده لوز العنب ناس غريبة والله العظيم. ما علينا. لا، المباراة النهارده ما تطلعش منها فنيات كتير. هنتكلم النهارده في كام حاجة كده، تقييم اللاعبين بتاع الأهلي، تمام. وفكر يستروب في ماتش زي ده، هو مطرود منه لاعب. هو لما اتطرد منه لاعب ما دافعش واستحوذ برضه على الكوره، ولعب النهارده 4-2-2-1. هو كان المفروض الخطه 4-2-3-1 اللي هو الخطه الاهلي بيلعب بيها، فطبعا اتطرد جراديشار من الاول، فلاعب كمل الماتش 4-2-2-1. تمام. ده اللي لعب بيه يستروب النهارده. بيلعب على الاستحواذ، تمام، وبيلعب على خلق المساحات في دفاعات الخصم عن طريق تغيير اتجاهات اللعب والحركه بدون كوره. لكن النهارده طبعا بسبب الطرد ما شفناش اداء كويس. حتى محمد علي بن رمضان كان بيلعب في مركز مش مركزه. يعني محمد علي بن رمضان كان بيلعب جناح النهارده بسبب طرد جراديشار، ودخل طاهر راس حربة بدل لما طرد جراديشار. فهو النهارده يعتبر ما تقدرش تحكم قوي على اداء الاهلي فيه، لان كان فيها لخبطه كتير. فهنقول النهارده ان مباراة برضو خارج التقييم. وان كان الميزة ليستروب ان هو قدر يتعامل مع النقص العددي طول المباراة. يعتبر انت بتلعب ماتش كامل ناقص لاعب، لو ضفت ليه الوقت الضايع الشوط الاول والتاني تعتبر نفسك بتلعب ماتش كامل ناقص لاعب. طيب، لو بصينا بقى لتقييم اللاعبين النهارده في المباراة، مصطفى شوبير النهارده ياخد 7. أدى يعني أداء كويس نوعا ما، في كورة بس اللي هي جه صدها، هي كانت أرضية فوقعت منه، كانت ممكن تعمل مشكلة، بس هو الميزة إن هو طلعها على الجنب يعني. فياخد 7 النهاردة مصطفى شوبير كويس. عمر كمال النهاردة أداء كويس جدا، يعني مغير عن اللي كان قبل كده، سجل هدف في مباراة صعبة زي ديت. وعلى فكرة ما كانش فيه معاونة مع عمر كمال عبد الواحد، كان الجناح ما كانش بينزل يدافع معاه، كان محمد علي بن رمضان ما بيلعبش جناح. فالدنيا كانت متلخبطة معاه النهاردة. فالنهارده يعتبر اداء كويس لعمر كمال عبد الواحد، ياخد 8 النهارده، احرز هدف وكان اداء كويس فياخد 8 النهارده. ياسين مرعي 7، اداء متوسط النهارده من ياسين مرعي. احمد رمضان بيكهام 7 برضه، اداء متوسط. كوكا 6.5، يعتبر من اقل هو اصلا كده كده يعني. ما علينا. كوكا 6.5، مش هنتكلم كتير. مروان عطية 6.5 برضه، كورات مقطوعة كتير من مروان وفي لخبطة كده. ديانج 7، يعني لاعب كويس. ديانج كان بيحاول يغطي ورا الناس، وكوره النهارده كانت معظمها سليمة، ما كانش فيه مس باص كتير عند ديانج. بن رمضان ياخد 7.5، عمل اسيست وكان بيلعب في مركز مش مركزه، يعني ما تقدرش برضه تقول ان هو تقييم مثلا ايه اقل من كده، ان هو بيلعب ما هو بيلعب 10 النهارده، كان بيلعب جناح. فياخد النهارده 7.5، عمل اسيست الهدف بتاع عمر كمال يعني. تمام. طاهر ياخد 6، اداء قليل يعني، واقل اداء النهارده اقل واحد طاهر هو محمد شكري يعني، بس طاهر النهارده ياخد 6. احمد عبد القادر اداء كويس، ياخد 7.5.
جراديشار 6 على الشوية اللي لعبهم، يعني لعب شوية كده أول الماتش ياخد عليهم 6. تريزيجيه تريزيجيه ياخد 7. يعني اداء كويس. تريزيجيه بدأ ان هو يلعب مع زمايله وبدأ ما يحتفظش بالكورة كتير وكده، فبدأ يتحرك شوية ويحرك الفرقة معاه. بن شرقي 6.5، اداء برضو اقل من المتوسط، مش عارف في ايه. محمد هاني 6.5. ياسر ابراهيم 6. ده اداء غريب، نازل يحنكش بطريقة غريبة، يعني انا مش عارف، جه في اخر الماتش كمان بيعمل لهم اسيست قدام منطقة الجزاء، حاجة يعني منتهى الغرابة. محمد شكري ياخد 6. اداء برضو ضعيف النهارده محمد شكري. في مجمل اللقاء النهارده الفريق كله يعتبر ياخد 7.5 كمجمل الاداء، لان الفريق يعتبر بيلعب ناقص لاعب طول المباراة. يستروب المدير الفني النهارده ياخد 7.5 على اداء المباراة ديت. بيلعب يعتبر مباراة كاملة ناقص لاعب قدام فريق منظم دفاعيا وبيلعب على المرتدات، ان انت تخرج بالمباراة كده. والاهلي ضاع منه فرص كتير، هم ليهم تقريبا فرصتين طول المباراة. تمام. الاهلي ليه فرص كتير النهاردة، يحسب ليه ان هو بيعمل روتيشن. يعني النهاردة يستروب عامل روتيشن في 7 لعيبة. يعني انت بتتكلم ليه بقى؟ مع الناس هتقول لك طب ما ده غلط، ازاي بتغير 7 لعيبة مرة واحدة؟ الوقت ضيق. يعني انت بتتكلم ان هو عنده الماتش ده، عنده بعد كده ماتش في الدوري، بعد كده السوبر يوم 6. فانت الوقت معاك مش سعفك. فانت لو لعبت بنفس التشكيل او عملت روتيشن اقل من كده، الدنيا بتجيب معاك اجهاد واصابات وكلام زي كده. ففكرة الروتيشن ممتازة، ودي كان الفكرة اللي بيعملها على طول فايلر لو تفتكروا. كان مدرب عبقري فايلر بصراحة، كان بيخلي الفريق كله جاهز. يعني انت كان ايام فايلر وحتى اللعيبه، انا السكواد نفسه ما كانش بالقوه دي، كان لعيبه متوسطه. كان بيعمل روتيشن للتيم كله، حتى انت ما تعرفش ايه الفرق بين الاساسي والاحتياطي ايام فايلر. فهو فكره الروتيشن ان الناس كلها تبقى رجلها في الملعب، فدي حاجه كويسه جدا. يحسب ليه عمر كمال عبد الواحد، اداؤه بدأ يتحسن ويتطور في ادائه. الكرة اللي جابها جون دي كان بيضيعها، يعني عمر كمال عبد الواحد الكرة دي كان بيضيعها، النهارده جابها جون. فده يعني يعتبر ميزة كويسة جدا. المدرب زي ما قلنا ياخد 7.5 على الماتش بتاع النهارده. الحكم ياخد 0 طبعا، ولو في اقل من الصفر نديله. يعني حاجة غريب جدا النهارده اداء يعني ولا اسوأ. مبروك للاهلي الفوز النهارده، ونتمنى له احسن ان شاء الله، وباذن الله يكسب كاس السوبر في الامارات يوم 6 ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.